السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعي رساله صغيره لهذا الاعلام تاعنا هذا اللي راهم يجيبوا ناس ما فهمتش انايا. يعني في حصه رياضيه يبداو يتهموا في الناس ويعايروا في الناس. راهم يدوهم هادو يا ودي، راهم يردوا فينا عنصريين. دارت هذيك الحماره هذيك يا ودي، انتوما كونوا عقال، روحوا هضروا على كرة القدم وروح تعشى في دارك. بركاونا من هذه كيما وعده ولا وراسته. راكم ندير لكم فيديو تاعو. نتمنى خروج المغرب من الدور الاول، ونبغي ليهم المشاكل دائما في المنتخب تاع المغرب. يا ودي خمم على روحك، هدر على روحك، هدر على روحك ودي خويا، ودي هدروا على روحكم. هاو يا ودي تولي وطني انت، لازم واحده تروح الجزائر عايشه في لاسوي. يا ودي شكون اللي قال لك هاضرين علينا؟ وشكون اللي قال لك خلينا كل واحد يبغي بلادو؟ كل واحد يبغي بلادو. انا افتخر بانني عايش في بلادي ونموت في بلادي، عايش في بلادي ونموت في بلادي. ربي خلقني جزائري، غادي نقعد جزائري. وين نروح نقعد جزائري؟ بصح نقعد في الجزائر. هذا الوقت اعلامي جاي تهضروا بدلوا هاك. المغرب فريق ضعيف يخرج بريميتور. يا ودي سكتوا، يا ودي سكتوا. راكم اللي تكرهوه راه ينجح، راكم اللي تكرهوه ينجح، راكم اللي تبغوه يخسر. يا ودي سكتوا، يا ودي سكتوا، يا ودي سكتوا، يا ودي سكتوا شويه. اعطونا اتساع لا بغيتو ربيه. يا راكم تهلكوا في الجزائر ذا. يا انت راك تهضر على المغرب، انت تبين، انت ماك تبين انت بلي انت محسوب حار من تكره المغرب. واصح اكره المغرب باين. يا الناس يتربد، كل شيء يترجم. هذه قالها لكم الحاج محمد روروه في 2014 2015. قال لكم كل شيء يترجم عند لي زافريكا، وما ضربكمش الريح خاطش عليه حجر. ما ضربكمش الريح، قال لكم كل شيء يترجم عند لي زافريكا. واو لا قال لكم ودي سكتوا. ومين قال لكم كيما قال الحاج محمد روروه اللي عاقل عليا؟ خرجتوا نتوما، خرجتوا تعايروا في عيسى حياته. عيسى حياته منين؟ عيسى حياته منين؟ مقطوع من الجدره، مقطوع من الشجره. هو عيسى حياته كاميروني. واو لا كيما نهار زاتشي، نهار اللي خرج هو وبهلول يعايروا في الاعضاء فاسدين منا ولازم نديروا. يا ودي اسكت. اتحاديه في العالم اللي خرجت، اتحاديه جزائريه هي الوحيده في العالم اللي خرجت عايرت الاتحاد الافريقي. الاتحاديه الوحيده في العالم. كاش واحد خرج هدر، خرج واحد هدر، ما كاش اللي خرج هدر ابار هذا برك اللي خرج. واو لا ما فهمت انا يا والله، ما فهمناكم كيفاش. سمعتوا معنا؟ اسمعوا معنا، سمعتوا. وهذا وقت طويل، يعني كان عنده الوقت الكافي للنهوض ان شاء الله بالمنتخب في هذه ان شاء الله. لا، نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني. قبل ان نختم بيختموا صحيح. سمعتوا؟ اعرف ما هي المنتخبات التي ترشحها للتتويج بهذه المنافسه؟ اظن انه المرشح الوحيد والاوحد في الدورة هو منتخب كوت ديفوار. الوحيد والاوحد. انا بنا النظره بعدها بغا كوت ديفوار خسرت في بلادها. السنغال، مصر، هناك اسماء. ما نقولوش اسماء، لكن المرشح الوحيد، نحكوا على الترشيحات. المرشح الوحيد هو المنتخب الايفواري بسبب العديد من المعطيات. بعدها تجي المنتخبات التي ستنافس. باش عندهم في رسام كوت ديفوار في بلاده يربحك عليه ماتش. العديد من المعطيات، محسوب كولاسا، مؤامره، محسوب كل شيء. يا خسر. عباك علاش عندهم في رسالة، عندهم بلد منظم هو اللي يدير كولاسة، يدير هذو خاطر على ماشي رياضيين ويجيبوهم يهضروا صيد. اللقب وهي المنتخب المصري، المنتخب السنغالي، والمنتخب التونسي اللي يقدر يخلق المفاجأة، منتخب الكاميرون كذلك، والمنتخب الجزائري. يمكن ان يخلق المفاجأة. ايطاليا افريقيا نحبوا ولا نكرهوا. منتخب تونسي فاهم افريقيا كيفاش تمشي. خسروا 1-0. قال لك مصر ماتش نيل. كره المغرب ربحت 3-0. سمعتوا؟ يكره المغرب ربحت 3-0. سمعتوا؟ المنتخب الوحيد اللي فاهم افريقيا كيفاش تمشي، يدافع جيدا،
ولما سجل واحد. لا طارق، شوف يوسف واش كان يقول لك طارق، راني نخمم كيما هو. البلد المنظم صعيب في بلاده هذاك، وما واش ديروا عنده لاعبين كاليتي، عنده دي تيران ملاح، راح يلعب غير في الملاعب يعني المعششه مليحه. حتى الملاعب انا نلمو في الحرس احنا داك السطاد كاع كيما نحصلوا في السطاد، نحصلوا في السطاد كلها ملاعب. يعني باش تشوف، باش نقول لك كيما رشحوا لو كوت ديفوار، انا نزيد له مصر ونزيد له السنغال وربيعا الجزائر. في كان 2019 كان ترشيحات كلها للمنتخب المصري بعد خروجه من الدور الربع النهائي، تم تخرج الترشيحات. وبعد شكون لما نروحوا في العقلانيه في الترشيح بعد اول لقاء او ثاني لقاء من دور المجموعات نشوفوا مستوى الفرق. لانه الذي ابانه منتخب موريتانيا مع المنتخب التونسي في مباراه وديه، خلينا نقولوا انه الدوره راح تكون صعبه وصعبه جدا جدا. لا يعني انتم الاثنين ما رشحتوش المنتخب المغربي، انت لم تتحدث عن كوليك. لا كوليك ديالي ما يرشحوش هو. استاذ ناصر صالح جدل كبير لانه قال لك المغرب ستخرج من الدور الاول. ما قلتلكش من الدور الاول، قلت لك راح تخرج من الدور الاول والثاني. انا هكذا قلت لك. نعم. لانه قلت لك جل الفرق راح تلعب مع المنتخب المغربي راح تكون ند للند. المنتخب المغربي معروفين دوك بالكولاسه ومعروفين بالانجاز اللي حققوه. كل الفرق راح تكون معهم. المنتخب المغربي سيستنسخ نسخه الجزائر في 2015 بعد كاس العالم 2014. هذا ايش نقدر نقول. بمعنى ليكسيتاسيون هذيك الليكسي تاع اللي لحقوا ليه في الكوب دي موند راح يخليهم يدخلوا بواحد هذا باركور مقبول. حقنا ربع نهائي. ما نقولوش كنا مرشح بعد المستوى الكبير الذي حققناه امام المانيا، كنا نقولوا خلاص كاس افريقيا في الجزائر. احنا هذيك الدوره عندنا كولاسه مغربيه كنا نفوتوا للنهائي انا ذاك. دونك هذه الامور اللي تلعبوا عليها لما تكون منتخب مغربي اول منتخب لحق لي كوت ديفوار وراح يواجه حيلعب في الملعب اللي حيلعب فيه، تفهم باللي هناك امور تلعب في الخفاء في الكاف. وش نقول ان شاء الله يخرج من الدور الاول. نتمنى بيان سور يخرج من الدور الاول. تتمنى انه يخرج من الدور الاول؟ بيان سور نتمنى المغرب يخرج من الدور الاول، باسكو ما يجري الان في الكاف وحرمان الجزائريين، حرمان اتحاد العاصمه، حرمان رياض محرز من العديد من الجوائز، نظن انه هنا اصبحت لعبه قادره ظهرت للعيان. الان نتمنى ان شاء الله ما يجوزش كاع الدور الاول، ونتمنى ان شاء الله غير المشاكل داخل المنتخب المغربي. ويتهموا في الاتحاد الافريقي ويتهموا من خليني من المغرب اللي دخلوا الاتحاد صعب يتهدر على المغرب وحده هكا لا يرحم شوي او الناس يترجم معاه او كل شيء يترجم معاه او غادي يتراديكسو يسمع كاع ملاهيين معنا على بالكم بعد التصريحات تاع ديك البغله تاعكم، هذيك البغله اللي تمثلكم، هذيك البغله اللي تمثلكم انتوما، تمثلكم ذيك البغله، هذه كاع تصريحات، هذه كاع لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ودي خلوا هم كاينين جزائريين كما كوت ديفوار، هذه كانت غادي دير مشكله كبيره. خلوا غير هذيك البغله هذيك اللي طردوها، يخلوكم يسكتوا علينا بركم طايحين الناس برك. هذا على بالك مين يطيحوا في البلون تكنيك يروحوا يهربوا للمغرب، يطيحوا للمغرب. رشعت تونس باش تربح خسرت، رشعت مصر باش تربح دارت مارشنيل، رشعت الجزائر دارت مارشنيل، ما رشعتهمش الناس، رشعت كوت ديفوار خسرت في بلادها. اش راكم انتوما وين؟ والله لا بصح راكم نورمال. قال لك كون وحنا كوب دي موند كنا غادي نجيبوها. وين تجيب؟ شا تجيب انت مع انغولا شا بغيت تجيب؟ شا بغيتو تجيبو؟ والله لا بصح شا بغيتو تجيبو؟ يودي سورتو الناس تمشي الزر للزر، الناس تمشي الزر للزر، الناس على بالك يتمشى بالذكاء يستغلوا كل شيء، يستغلوه ويدوه لروحهم. الناس بالذكاء ماشي بالتبلبيل تاعكم هو اللي يفسد كلش. راه يفسد نتوما طريقة التعامل تاعكم والتصريحات تاعكم. انا نقول لكم كيفاش، يعني طريقة وهي افساد الطريق للجزائر. انا نقول لكم لاعبين زعما جايين زعما تكره المغرب تكره منا، بصح طريقة كيما نهار السي الحاج مصطفى معزوزي مالي قال لهم من عرفوا من كاين شي كوناس هكا مع موتسيبي اش تيقول لهم؟ خرج قال لهم كيما قال لهم موتسيبي يبغي الجزائر وغادي يعطينا كوب دافريك وغادي نديروا لوبي كبير مع تونس ومع مصر ومع موريتانيا ومع السنغال. اي كلش خسر
شوف كيف انت بيدير انترفونسيون تهضر عليا حمير وصايك هادو. انا نقول لكم ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجيو لنا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معاكم بالجديد، واللي يمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا ان شاء الله. صحيتو.